بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الثالث من إسكات الحقود المفتري منصور الحيدري هداه الله. وقول الحيدري هداه الله: كتاب الجمعة: قلت أذان عثمان الأذان الأول بدعة. من قال بهذا القول أي بدع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي بدع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أجرأك على الكذب؟ ألا تتق الله وتقرأ قول الله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فأين حكم الشيخ على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بالبدعة؟ فإن قلت من قوله في الأذان بدعة يلزم من ذلك الحكم على الصحابي بالبدعة، فإن كان هذا قولك فوالله إن هذا لجهل فظيع، نسأل الله العافية. طيب، ماذا تقول في عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ وقد ثبت عنه كما في المصنف من طريق شبابة بن سوار ووكيع بن الجراح قال: حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وجميع رجاله ثقات، بما فيهم هشام بن الغاز وثقه ابن معين، واحتج به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكذلك غيره من العلماء. وقد قال بقول الشيخ يحيى شيخه مقبل رحمه الله تعالى، فاستمع إليه وهو يقول: لكن سني وقعت بدعة، فأنت تقول عملك هذا بدعة ولا تسميه مبتدعا، كما حصل من عثمان رضي الله تعالى عنه في أذان الجمعة الأول، عبد الله بن عمر يسميه بدعة الأذان الأول الجمعة، ولكن ليس هناك من يجرؤ على تسمية عثمان أو على القول بأن عثمان مبتدع رضي الله تعالى عنه. أبعد هذا يشنع على من قال بأن الأذان الأول بدعة وأن لازم ذلك تبديع عثمان رضي الله عنه، هذا من الجهل المركب. وأما قولك هداك الله، تكلمت في أبي ذر رضي الله عنه، فهذا من التجاوز والظلم، وإن لم يكن هذا من الظلم فما هو؟ إذ كيف يقول الشيخ ما لم يقل ويجعل كلام البيحاني كلاما له، مع أنه دافع عنه في الحاشية صفحة 533. قبل صنعاء أردنا التوجه إلى البلاد الحديدة. هل حجور بلادكم الحديدة؟ حجور على محافظة حجة يا مسكين، ما الله أن عندك مخلق ما تدري إيش تقول، وأثبتت البلاد، ما قلت أن السكنة، ما قلت نزول، قلت البلاد. سبحان الله، جهل في الأنساب، جهل في التاريخ، جهل حتى في لغة العرب وأساليبها. بالله عليكم يا معشر العقلاء، لو أن إنسان أصله من بلد وسكن في بلد أخرى ثم قال أنزل البلاد أو أطلع إلى البلاد، وهو يقصد تلك البلاد التي نزل فيها أو سكن فيها، هل هذا يعتبر نفيا لأصله من بلاد أخرى؟ وكم من أناس أصولهم من بلاد وسكنوا في بلاد أخرى وينتسبون إلى أصولهم، فينتسبون تارة إلى البلاد التي نزلوها وتارة إلى أصولهم وقبائلهم التي انتقلوا منها. فلا أدري ما هذا الجهل وما هذا الاستخفاف بالعقول، ولا أدري هذا الكلام على عقول من سينفق. إنه لن ينفق إلا على عقول جهلة أو متعصبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قولك وما صلينا المغرب إلا صفين ممن جاء من الحديدة، ممن جاء معنا من الزيدية ودير عبد ربه، والقليل النادر الذي عرفوا يتجاوزوا سفهائكم من الشوارع ليحضروا محاضرة للشيخ عبد الله بن عثمان الذماري والشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصابي يفتي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. انظروا يا إخوة، ينسبون فشلهم إلى غيرهم، نفر الناس عنهم، ابتعد الناس عن محاضراتهم، تغيرت الأحوال من أحوال قبول واندفاع الناس إلى محاضرتهم إلى نفرة وابتعاد الناس عنهم، لأن الناس إنما عرفوا دعوة سلفية. فلما غير هؤلاء وحاربوا الدعوة السلفية وأكثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله من الكلام في الشيخ يحيى وفي دماج والحجاورة والمبتدعة وأصحاب غلظة وأفعالهم لا تمثل الإسلام وغير ذلك، نفر الناس
على الرغم أنه أقرب ما يكون إليهم الشيخ يحيى في دماس، وهؤلاء قريبون من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم من تناقض الحيدري أن يقول أهل بلدكم هم من أجهل الناس في الدين وأبعدهم عن الدعوة، ثم الآن يصور على أنهم أتباع للشيخ يحيى وأنه سلطهم وأنهم منعوا الناس من المحاضرة. هذا تناقض عجيب، ويذكرني حال هؤلاء القوم بحال كثير من الناس بعد ما يسمى بثورة الربيع العربي. كان كثير من الناس إذا حصل عليهم أي شدة أو أي فشل في حياتهم نسبوه إلى عفاش، إذا غليت الأسعار قالوا عفاش، إذا حصل تقطع في الطريق قالوا عفاش، إذا حصل أي شيء قالوا عفاش. وهؤلاء إذا حصل نفرة الناس عنهم قالوا الحجوري، إذا فشلوا في دعوتهم قالوا الحجوري، إذا ابتعد الناس عنهم وقل الحضور عندهم كما يقول هنا صفين قالوا الحجوري. يا قوم لا تنسبون فشلكم إلى غيركم، راجعوا حساباتكم واتقوا الله ربكم وزنوا أقوالكم لتصلح لكم أحوالكم، والله المستعان. الشيخ محمد آنذاك ضرفت عيناه بالدموع وقد احتضن هذه الملزمة وقال إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لك رقة القلب هذه، ولكنك لست كذلك ولا شيخك كذلك رحمه الله تعالى. لو كان الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى فعل بمدلول ما قاله هنا كما نقلته عنه، والله أعلم بصدق هذا الكلام، لأننا قد جربنا عليك كذبا كثيرا فيما نقلت من الأخبار، ولكن هب أنك صادقا، فهل الشيخ رحمه الله تعالى عمل بمدلول هذا الكلام؟ هل فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وصبر، أم أنه كان أول من اعتدى على الشيخ يحيى وتكلم فيه وأساء إليه وظلمه؟ من أول من بدأ بالكلام؟ هل هو الشيخ يحيى بدأ أم الشيخ محمد هو من بدأ الشيخ يحيى بالكلام وبالظلم؟ ثم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كيف قابل هذه الملزمة التي أنت تقول ضمها إلى صدره وقال كذا وكذا واستشهد بما ذكرت بنا الآية، أم أنه أتى بالعجائب؟ فقد اشتدت خصومته للشيخ، بل فجر في خصومته وبالغ في ذمه، وتحرك هنا وهناك للقدح بالشيخ يحيى، وتحرك إلى حضرموت وإلى عديد من أماكن الجنوب، وإذا به يلقي محاضرات بكاملها على الشيخ يحيى. تارة يقول اكتبوا، أين أقلامكم؟ أين دفاتركم؟ اكتبوا الآيات التي خالف فيها الحجوري القرآن، ثم يملي عليهم 20 آية يزعم أن الشيخ يحيى خالف فيها القرآن. وهكذا يأتي إلى الحجاورة والغرضة والحجوري لا تمثل أفعاله الإسلام، ومن نسب أفعاله الإسلام فقد اتهم الإسلام بكل بلية، وغير ذلك من الأمور العظام. وقال تخافون من الحجوري الخراء البوال، وغير ذلك من الأساليب. ما ترك أسلوبا يظن أنه سيطعن فيه بالشيخ يحيى حفظه الله تعالى إلا ارتكبه. ثم بعد ذلك تصور الشيخ بأنه فوض أمره إلى الله، وبأنه لم يجازي الشيخ يحيى، وأنه لم يرد عليه، وأنه على من تضحك؟ تستخف بعقول من؟ تستخف بعقول من لم يعرفكم، ومن لم يعرف ماذا صنعتم بالشيخ وماذا قلتم فيه من الجهال أو البادئين في الدعوة الذين لم يعرفوا الفتنة ولم يعرفوا ما حصل فيها، فالله المستعان. ضللت الناس، أضللت الشباب، وما معك إلا أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، ما عندك من العلماء الراسخين، وليس في صفك عالما من علماء المسلمين المعتبرين. يا إخواني، هؤلاء هل يخافون الله؟ هل يراقبون الله؟ هل يعلمون أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ثم بعد ذلك العجب أنهم يتظاهرون بالإنصاف والورع، وكثيرا ما يذكرك يا أخي اتق الله، يا أخي خاف الله، أنا أنصحك لله. طيب هل لا نصحتم أنفسكم؟ هل نحن قد قلنا أن جميع من معكم حدثاء أسنان سفهاء أحلام؟ والله ما قد قلنا هذا فيكم. نحن نعترف أن من هو في صفكم من هو موصوف بالعلم ومن كان على خير وفائدة،
ولكن نقول أنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن أنتم بهذا المستوى، ما معك يا يحيى كل من معك حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سبحان الله على تجاوز. يعني كل المشايخ والعلماء الذين مع الشيخ يحيى حدثاء أسنان سفهاء أحلام، أناس شابت لحاهم في السنة، أناس ملأت كتبهم المكتبات العلمية، أناس برك على أيديهم مئات بل آلاف طلبة العلم. هؤلاء حدثاء أسنان سفهاء أحلام؟ حديث السن سفيه الحلم يبرك بين يديه مئات الناس وآلاف الناس، يؤلف مئات الكتب، كذلك ينتشر خيره في أسقاع الأرض. يا سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما هذه المجازفة؟ وتصورون أن الأمر أن الذي مع الشيخ يحيى عبارة عن يعني أطفال ورعان حدثاء أسنان كما يصرح هذا المفتري. ما كأن مع الشيخ يحيى من المؤلفين والمحققين والمحررين والمفتين ومن يتربعون على مراكز وفي اليمن وفي خارج اليمن. هؤلاء سفهاء أحلام. من مع الشيخ يحيى مثلا من خارج اليمن الشيخ سليم الهلالي من أبرز تلاميذ الإمام الألباني، هذا حديث السن من سفهاء الأحلام. وهكذا أيضا من مشايخ دار الحديث بدماج من المؤلفين المحققين، منهم من سماهم الحيدري في آخر المقطع، وهذا كما ذكرناه من التناقض. فأنصح لإخواني ما بقي إلا هؤلاء الثلة: عبد الله الأرياني، عبد الوهاب الشميري، زايد الوصابي، الأخ علي حجاجي، وبعضهم قال يوم البقية كلهم أحداث أسنان وسفهاء أحلام ما تربوا التربية الكافية مع شيخهم الشيخ مقبل. وأضف من لم يسمي كالشيخ جميل الصلوي والشيخ عبد الحميد الحجوري والشيخ أبو عمار العدني وأبو بلال الحضرمي وغيرهم كثير ممن ليس المقصود هنا أن نستطرد في ذكرهم، ولكننا نعلق على هذه المجازفة العظيمة الكبيرة والله المستعان. دعوة الفيوش ماضية قائمة، قلعة شامخة. ما شاء الله ما شاء الله يا منصور. بس أحب أسألك سؤال، فسر لي المدود هذه من أي أنواع المدود؟ ماضية، قائمة معروفة، قلعة شامخة، هذه المدود أي مدود؟ من أي أنواع المدود جئت بها؟ لكن لعلها مدود الحزبية العصبية، مدود التغرير، ومدود الانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. وبعدها ماضية إلى أين؟ ماضية، ليست العبرة أن تكون ماضية، ماضية إلى أين؟ ماضية وفيها أكثر من فرقة، هذا دعوة الفيوش ماضية. أنا أسألك كم فرق في الفيوش؟ وهل هم على قلب رجل واحد؟ كم هم الذين مع الإمام والذين مع الشيخ ربيع والذين مع ليس مع هؤلاء ولا هؤلاء؟ إلى أين ماضية؟ وعلى ماذا قائمة؟ وأيضا بماذا شامخة؟ إذا كانت شامخة بالعدد فدعوة الصوفية شامخة على حسابك، فعندهم أعداد أكثر مما عندكم. بماذا شامخة؟ لا تكون الدعوة شامخة إلا إذا كانت بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ليجمع الناس ولا تفرقهم. وأما أنك تستدل بأنها ماضية وشامخة بأنه يوجد هناك أعداد من الطلاب من هنا وهناك، هذا ليس دليلا. مركز الفيوش مركز تجاري فعلا، أسواق تجارية، جامعات عالمية، انفتاح نحو الشهادات والدنيا، هذا هو المركز التجاري توسم فيه شيخنا قبل سنوات، وفعلا صدقت فراسته حفظه الله ورعاه، فعلا أنه مركز تجاري، عقارات وأراضي ومولات وسوبر ماركات وشهادات وجامعات عالمية وغير ذلك، مركز تجاري. مد هذه الكلمة تجاري أفضل من أن تمد كلمة شامخة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف انعكست عندكم الموازين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.